السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. انقضى شهر رمضان بسرعة محدش يتخيلها. كنا لسه بنستعد له وعمالين نحضر له ونتكلم في تحضيراته. يا دوب غمضنا عين وفتحنا عين لقيناه بيودعنا. لكن في الحقيقة مش أيام رمضان بس اللي بتجري. تعالوا كده نفتكر رمضان بتاع السنة اللي فاتت. هتلاقينا فاكرينه بتفاصيله زي ما يكون كان أول امبارح. حتى كمان بداية سنة 2024. مين يصدق إن السنة الجديدة فات منها حوالي 3 شهور ونص؟ يعني تقريبا كده ربعها خلص، والسنة اللي كنا لسه بنبدأها كلها كام يوم وهتودعنا هي كمان، وهندخل بإذن الله على السنة الجديدة. طب يا ترى إيه اللي بيحصل؟ قبل ما أجاوبكم على سؤالكم وقبل ما نبتدي الفيديو، لو انتوا أول مرة بتشوفوا القناة، أنا رحاب محمد. فضلا ما تنسوش لايك وشير واشتراك، فعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. الحقيقة إن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أخبرنا بكل الأمور دي قبل 1400 سنة، وأخبرنا كمان إنها علامة من علامات قيام الساعة، واللي بتنقسم لعلامات صغرى وعلامات كبرى زي ما أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب إيه هي العلامات دي؟ خليني أقولك إن من العلامات اللي أخبرنا بيها الحبيب صلى الله عليه وسلم هي تقارب الزمان، أو بالبلدي كده تبقى قاعد في أمان الله تلاقي الوقت جري زي الهوا. السنة بقت زي الشهر، والشهر بقى زي الأسبوع، والأسبوع بقى زي اليوم، واليوم بقى زي الساعة، والساعة بقت زي الثانية. وده اللي حاصل معانا حرفيا دلوقتي. يعني لو فكرت كده في شهر رمضان ده هتلاقيه جري مننا من غير ما نحس، ولو قعدنا فكرنا شوية هنستغرب انه ازاي الشهر جري بالسرعة دي. ده احنا يدوب لسه بادئين صيام وملحقناش حتى نستمتع بأحلى وأجمل شهر في السنة، وروحانياته اللي مش موجودة غير فيه. بس عموما هو الموضوع مش في رمضان بس، لأ، دي السنة كلها بقت بتجري والسنين عمالة تجر في بعضها، وللأسف انتزعت البركة من الوقت. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. لو جينا نفسر الحديث الشريف هنلاقي إن تقارب الزمان مش بس الشهور والأيام اللي بتجري، لأ، ده ربما يكون في مقصد آخر. يعني مثلا اتصال الناس ببعض رغم وجود مسافات شاسعة بقى أسهل بكتير من الأول. بيكلموا بعض ويبيعوا منتجات ويبعتوا البضايع وتنتقل الأخبار ويطمنوا على بعض، ومش بعيد إن يكون ده درجة من التقارب بتاعة الزمن اللي أخبرنا بيها الحبيب صلى الله عليه وسلم. مش بس كده، ده كمان سهولة الانتقال بالطيارات مثلا بسرعة هائلة اللي بيقطع فيها الإنسان مسافات بعيدة في ساعات قليلة جدا، واللي الأول كان بيقضي 10 أيام مثلا أو شهر عشان يقطع نفس المسافة. مفيش شك إن ده كمان في تقارب، بحيث صار الناس زي ما يكونوا في قرية واحدة أو بلد واحد. يعني مثلا لو حصل حادث لا قدر الله في بلد بتبعد ملايين الكيلومترات، بتلاقي الخبر انتشر والصور والفيديوهات وفي لحظة بيشوفها العالم كله. أما زمان ما كانش بيصل الخبر إلا بعد مدة طويلة، سواء بقى بالانتقال على ظهور الإبل مثلا. ومش بعيد إن يكون ده كمان بيندرج تحت تقارب الزمان. نيجي بقى عند قوله صلى الله عليه وسلم: وينقص العمل. يعني إيه؟ يعني الناس تبدأ في ترك أشغالهم ويتفرغوا للكسل واللهو، وده بيتأكد لينا حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني مثلا لو فتحنا أي موقع من مواقع السوشيال ميديا هنبص ونلاقي إن بعض الناس سابوا أشغالهم وأكل عيشهم وتفرغوا تماما وقاعدين ليل ونهار عشان يجمعوا المشاهدات ويحققوا منها ربح بطرق رخيصة ومهينة للكرامة،
زي الرقص مثلا أو التحديات التافهة والتصرفات الغريبة على ديننا ومجتمعنا، واللي بقينا نشوفها مؤخرا وبكثرة. والبعض الآخر بدأ يدور على أعمال سهلة وبسيطة يشتغلوا أقل عشان يقعدوا يكملوا يومهم في الكسل واللهو ومتابعة كل ما هو تافه، وهو تضييع للوقت وتضييع للعمل وخلاص. نيجي بقى لقوله صلى الله عليه وسلم: ويلقى الشح. وبيقصد بيه هنا شح النفوس والبخل بالمال. طب يعني ايه الشح؟ الشح هو أشد ما يكون من البخل، بمعنى تاني يقل عمل الخير والصدقات والزكاة للفقراء، ويبدأ الناس في اكتناز المال. وده للأسف أصبح واقع في زماننا ده، ومش بس زماننا ده، لأ، ده من زمان وفي أزمان تانية كتير. بتكون الدنيا عند الناس غالية ويبتدوا يقتتلوا على الأكل والشرب وعلى الدنيا عموما، وبتحصل الخلافات بقى بين الأقارب والأصدقاء والمعارف وحتى كمان الغرباء. أما بقى عن قوله صلى الله عليه وسلم: وتظهر الفتن. لو جينا نفكر شوية في اللي بيحصل حوالينا هنلاقي إن الفتن في زماننا ده بقت كتيرة جدا، نسأل الله السلامة طبعا. يعني مثلا لو بصينا حوالينا على الإنترنت هنلاقي إن أغلب الناس بقى عندهم هوس الشهرة وجمع المال، وفي المقابل ممكن يعملوا أي حاجة عشان ينالوا اللي بيحلموا بيه. فهتلاقي التخلي عن العادات والتقاليد والأعراف، ومن قبلهم التخلي عن الدين طبعا. يعني تلاقي البنات والشباب بقوا بيفتعلوا أساليب جديدة رخيصة تضرهم أكتر ما بتنفعهم، وكل ده بيندرج تحت الفتن. وما أكثر الفتن في هذا الزمان وقبل الزمان ده كمان، وفي مختلف الأزمان اللي حصلت قبل كده. ولكن في الزمان ده الفتن كثيرة، نسأل الله السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نيجي بقى عند قوله صلى الله عليه وسلم: ويكثر الهرج. والهرج هنا معناه الأكل في الفتن. لو انت متابع للأخبار بشكل دائم هيجيلك اكتئاب بسبب الحوادث اللي بتسمعها بشكل يومي، واللي بيتفنن فيها الناس وبيبتكروا أساليب جديدة لا تخطر على البال. يعني مثلا هتلاقي نفسك في الفترة الأخيرة تابعت أكتر من خبر أو قضية أكل، وممكن يكون ده خلال أسبوع واحد أو حتى خلال اليوم الواحد نفسه. فبقينا نسمع عن أكتر من قضية بهذا الشكل، واللي ساعات بتوصل لارتكابها بشكل علني قدام الكاميرات وفي وسط الشارع والناس، وكأن العالم أصابه الجنون والهوس. طيب نرجع بقى تاني لشهر رمضان، أفضل شهر في السنة، واللي خلاص مر علينا سريعا وملحقناش حتى نشبع من بركاته، واللي للأسف بتقل سنة بعد سنة وإحنا مش حاسين، زيه زي باقي الأيام اللي انتزعت منها البركة. وده بسبب بعد الناس عن دين الله وانشغالهم بالتفاهات والبدع الجديدة. كل ده عشان الناس بقت تفضل إنهم يقضوا أغلب أوقاتهم على منصات التواصل، يتفرجوا على الفيديوهات سواء الطويلة أو القصيرة اللي بتسرق الوقت بينهم وهم مش حاسين. مش بس كده، مش بس بتسرق الوقت، دي كمان بتسرق لمة العيلة والوقت اللي بنقضيه مع أهالينا وولادنا وزيارة الأقارب وصلة الأرحام، وساعات العمر اللي بتضيع. فأصبح الوقت كمان بيضيع بدون أي فايدة وبركته راحت، بدل الناس ما تتجه للعبادة وتلقي العلم وتنمية العقول. وده اللي حذرنا منه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من أكتر من 1400 سنة لما ذكر لنا تقارب الزمان. وعلى الرغم من الشهور في القرآن الكريم 12 شهر متغيرتش، والأيام هي والساعات والأسابيع وحتى رمضان كل ده ثابت زي ما هو، لكن اللي اتغير البشر والعالم والعادات. للأسف احنا فقدنا البركة في الوقت لما ضيعناه، ودي علامة من علامات غضب الله على البشر، إن أيامنا وحياتنا تكون من غير بركة.
وفي الختام حابة أذكر نفسي وإياكم بدعاء أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم اللي كان بيودع بيه شهر رمضان: اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما. الحمد لله على البلاغ، الحمد لله على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر إيمانا واحتسابا وأدرك ليلة القدر وفاز بالأجر. اللهم أمين يا رب العالمين. كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم دايما بالخير واليمن والبركات. أتمنى أن الفيديو يكون نال إعجابكم، ولو انتوا وصلتوا لحد هنا شكرا جدا أنكم لسه متابعين الفيديو. كنت معاكم رحاب محمد، أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله، انتظروني.